السلام عليكم، كي دايرين؟ كنتمنى تكونوا لاباس عليكم بصحه جيده ان شاء الله. اليوم غنحضر معكم وصفه ديال البيتزا بحجم عائلي. الا عجبكم لا فيديو ما تنساوش لايك والاشتراك، وشكرا على المتابعه ديالكم. غادي ناخذ واحد الاناء، غادي ندير فيه واحد الزلافه وربع ديال الدقيق الفورس. غادي نضيف عليهم واحد شويه ديال الزعتره اولا الزعتر اللي كان متوفر عندكم. غنضيف واحد المعلقه ديال الملحه ومعلقه ديال الخميره الفوريه اولا الخميره المعجنه اللي كانت عندكم. هنايا ضفت واحد نص كاس ديال زيت العود. صافي دابا غادي نجمع بالماء دافي العجينه. المهم هاد لاباط هادي ديال العجينه راه كتجي زوينه وهشيشه، جربوها وردوا عليا خبار. صافي غادي نبدا نجمع في العجينه حتى كتجمع ليا. من بعد غادي ندلكها مزيان. صافي هنايا بعد ما دلكتها غادي ندهنها بواحد شويه ديال الزيت ونغطي عليها ببلاستيك وزيف ونخليها تخمر. هنايا غادي نشارك معكم صوص طوماط انا كنوجدها في الدار. درت جوج مطيشات محكوكين، درت عليهم شويه الزعتره، الملحه، شويه التحميره وشويه ديال السكينجبير وشويه ديال الزيت البلديه. صافي وغادي نديرهم يتشحروا. هنا راه نسيت ما صورتش معكم، ضفت عليهم واحد المعلقه كبيره ديال مطيشه ديال الحك. صافي هنا خديت واحد شويه ديال البصله مع شويه ديال الفلفله. وهنايا بعد ما خمرت ليا العجينه غادي نحيد من هذاك الهواء اللي فيها، وغادي نجيب اللاطه اللي غندخلها للفران. حطيتها فيها، دهنتها بشويه ديال الزيت اولا تفرشوا فيها الورق. صافي غادي نحطها هكا، نبداو كنبسطوا فيها حتى كتشد لينا الفورمه ديال اللاطه كامله. صافي غادي نبدا كندير لها هكا، كنتكوها هكا بالفرشيط. هنايا بعد ما طيبتها نص طيبه دخلتها للفران، طيبتها نص طيبه. غادي ندهنها بهذيك لاصوص بعد ما وجدات ليا. المهم هاد لاباط نتاع البيتزا راه كتجي زوينه، كنصحكم تجربوها وتردوا عليا الخبار. ومن بعد غادي نرشها بالفرماج. انا كندير واحد الرشه كيف كندير لاصوص كنديرها هي الاولى، عاد من بعد كنضيف المكونات الاخرى حيت كتجي زوينه. المهم كتعطينا ديك ديك التعليقه اللي كتكون في البيتزا. من بعد عاد درت الفلفله مع البصله. المهم انا كندير نص نص حيت شي كيبغي هادشي وشي ما كيبغيش، داكشي علاش كنقسمها نص، كندير فيها هادشي والنص الاخر كنخليه غير هكاك غير بلاصوص. صافي غادي نضيف الطون وغادي نضيف الزيتون الاسود وغندخلها الفران اللي غنكون شعليها من الفوق لتحت حتى كيدار لنا الفرماج كيذوب لينا. هنايا غادي نعاود نرش ثاني من الفوق الفرماج. المهم خلط ما بين الفرماج الاحمر والموتزاريلا. وراه هاد الوصفه كتجي زوينه. بسلامه عليكم مع وصفه جديده ان شاء الله.